السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وفي احسن حال يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين وفي احسن صحة وعافية يا رب ان شاء الله. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض السمبوسة. فاحنا بنعمل الحشو بتاع السمبوسة. تمام. ده بانيه غسلناه كويس جدا وقطعناه مكعبات صغيرة، او عايز تفرميه في الكبة بتاع البصل يبقى ناعم، يعني زي اللحمه المفرومه كده، ماشي تمام. انا عملته قبل كده وكان جميل. او تعمليه كده، يعني ممكن كده مكعبات صغيره كده، او تعمليه في الكبه وهو ني قبل ما تشوحيه. يعني بعد ما تغسليه كويس جدا تحطيه في الكبه بتاع البصل وتفرميه ويبقى زي اللحمه المفرومه كده. المهم احنا دلوقتي قطعناه مكعبات صغيره وحطيناه اهو، شوحناه حته زبده او سمنه يعني اي ماده دهنيه عندك بتستخدميها. تمام. بعد ما تحس ان هو نشف خالص وخد لون اصفر بسيط جدا كده، تمام، هنوطي النار عليه وهنقطع الفلفل الالوان مكعبات. تمام. وهنشوحه معاه، ومعانا جزرايه مبشوره. تمام. هنحط الجزره وهنقطع الفلفل دلوقتي وهنحطه كمان نشوحه معاه. ماشي. هنخلص الخلطه، نقطع الفلفل يعني، وقبل ما نحطها هنرجع لكم تاني ان شاء الله. حبايبي احنا كده بنشوح الحشو بتاع السمبوسه اهو، البانيه والجزر. احنا طبعا لسه ما حطيناش توابل، هو البانيه بس مقطعينه مكعبات، والجزر جزره صغيره مبشوره، وده الفلفل الالوان قطعناه مع بعض اهو. نحط مع بعض دي البهارات بتاعتي، انا كنت سابقه وقلت لكم انا بعمل البهارات بتاعتي في البيت. دي بهارات مشكله انا عاملاها في البيت. طبعا في ناس تحب تحط السبع بهارات، وناس يعني على حسب البهارات اللي بتحبوها يعني. تمام. دي معلقه صغيره بابريكا مدخنه، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، ونشوح بقى كله كده مع بعضه. شموا الريحه بقى كده، يعني الريحه ملهاش حل. دي خلاص اهو. احنا عملنا طبعا الخلطه مع بعض اللي هي بتاعت السمبوسه. هنقطع الجلاش. طبعا احنا هنحشي بالجلاش. تمام. هنفرد كده الجلاش كله، يعني هو في عجينة جلاش بتتباع جاهزة وكده، بس يعني انا جربت ده وجربت ده بصراحة. انا لقيت عندي اللي هي عجينة الجلاش احسن من عجينة السمبوسة الجاهزة. وممكن نعملها في البيت برضو سهلة وبسيطة بس الواحد لما بيكون مستعجل بصراحة فبيستسهل الجاهز. تمام. هناخد طبعا الورق كده اهي، ناخد ورقة او ورقتين على حسب، وهنلف السمبوسة وهنلفها مع بعض دلوقتي، وهنعرفكم هنلفها ازاي. تمام. طبعا احنا حتى لو الورق اتفتح مننا كده عادي احنا بنلمه، وهنعمله دلوقتي مع بعض وهنشوف هنعمله ازاي. ماشي. بس هنغطيه عشان ما ينشفش مننا واحنا شغالين. تمام. هنجيب دلوقتي الخلطة بتاع السمبوسة وهنلف مع بعض. طبعا انا كنت ناسية احط جبنة موتزاريلا او ميكس جبن اللي تحبوه يعني، بس طبعا موتزاريلا لوحدها بتبقى خطيرة يعني، فاضطريت احطهم في الطاسة بقى عشان واسعة وزودت جبنة. دلوقتي احنا هناخد ورقتين بس كده. تمام اهو،
بعدين هنحط الحشو. بسم الله بسم الله، نشكر الله واحنا بنعمل الاكل يطلع مسكر وفيه بركه وحلو وجميل، ونحط فيه نيه طيبه ان شاء الله. يا رب كل اللي ياكل منه تهديه وتصلح حاله وتريح باله لاحسن حال يا كريم يا رب العرش العظيم. بصوا دلوقتي احنا لفينا ايه، خدتوا بالكم؟ نرجع تاني اهو. اول حاجه بنجيبها كده، بعدين بنجيبها كده، وبعدين كده، تمام، وبعدين كده، وهنلزق الزياده بالدقيق اللي معانا. تمام، نرجع نلفها تاني برضو مع بعض عشان ناخد بالنا، وهنعمل تاني برضو مع بعض. ادي هنلفها كده اول لفه كده، تمام، وبعدين الحشو بيبقى طالع لحد هنا اهو، تمام، وبعدين بنلفها كده، تمام، وبعدين بنلفها كده اهي، وبعدين كده، وبعدين ده هنلزقه كده بالحشو، هتبقى كده شكل السمبوسه معانا. ماشي، محضرين طبعا هنا دقيق وميه عادي جدا عشان نلزق بيه بس الحرف كده. طبعا بقى انا بستعمل ايدي، معلش، بس انا ايدي كل شويه في الميه، يعني الحمد لله نظيفه جدا. بصوا، لان الشغل ده ما ينفعش غير بالايد بصراحه. كده لحمنا الطرف، بقت السمبوسه معانا زي الفل اهي. خلصنا السمبوسه اهي، تمام اهي. خلصنا كله كده بنفس الشكل، وكله على القلية بقى يتقلي وقت الاكل عشان يبقى مقرمش وسخن في نفس الوقت. تمام، عملنا الكمية ديت. ويا رب تكون الطريقة سهلة وعجبتكم وبسيطة عليكم، وان شاء الله نجهزه، وهو كده على التحمير على طول، يعني تحمريه وترصيه في السرفيس اللي هيتقدم. وان شاء الله يا رب تكون الطريقة سهلة عليكم وحبيتوها. وما تنسونيش بقى في اللايكات كومنتاتكم الجميلة، وان شاء الله فيديوهات جديدة ودعواتكم معايا، وفي رعاية الله، واسيبكم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.